إذا شكرا على هذه الاستضافة. كنظن بأنه اليوم الوفد الصحفي اللي غيغطي الألعاب الأولمبية وغيتابع الأبطال المغاربة خلال هذا التظاهر اللي غتنظم في باريس 2024. اليوم غيتجه لباريس. بطبيعة الحال الهم ديالنا الأساسي هو أننا نغطيو هذه الدورة ونتابعوا كل صغيرة وكل كبيرة على الأبطال المغاربة اللي كنتمناو أنهم يكونوا متألقين ويحققوا لنا ميداليات أخرى في هذه الدورة هذه اللي تعزز الميداليات اللي سبق وحققتها الرياضة المغربية. وكنظن بأنه الوفد الصحفي اليوم كيتجه لباريس كيتكون من مجموعة من الصحفيين اللي على عاتقهم أنهم كاين القنوات اللي غتنقل هذه التظاهرة مختلف الرياضات، ولكن الصحفيين المغاربه غيكونوا تما باش يتبعوا الابطال، خصوصا الابطال المغاربه والانجازات ديالهم. وكنظن انه ما يمكن لاي مغربي الا يتفائل خير بالنسبه لهذ الابطال وما يمكن يحققوه في هذه الدوره. بالنسبه للمقابله الاولى ديال المنتخب المغربي، وكنظن مقابله صعبه لان احنا دائما كنهضروا على واحد إذن كنظن بأنه بالنسبة للأبطال، بالنسبة للقاء المغرب الأرجنتين مقابلة صعبة، على اعتبار أنه هذه المقابلة هذه هي المفتاح للفريق الوطني. لو انتصر غيكون مفتاح المقابلات الأخرى اللي غتجي من بعد، ولكن كنظن مقابلة صعبة جدا، وخاص المدرب السكيتيوي أنه يتعامل معها بواحد الشكل اللي يخرج المقابلة بالشكل اللي بغاه هو واللي بغينا حنايا، أنه المنتخب الوطني يحقق الانتصار. بالنسبه للكم ديال الصحفيين اللي غادي يغطيو الاولمبيه، وكنظن بانه راه كتعرفوا السميات اللي غادي يغطيو مجموعه من الاخوان الصحفيين اللي هما غيمشيو باش يغطيو هذه التظاهره. وكما قلت انه عليهم عاتق انهم يغطيو هذه الدوره، ولكن ايضا متابعه قريبه للابطال المغاربه، لانه كل شيء الجماهير المغربيه مهتمه بهذا الابطال، مهتمه بالاخبار ديالهم، باغي تعرف الاستعدادات ديالهم والانجازات ديالهم اللي كنتمناو انه كما ذكرنا تكون في المستوى الكبير، ونزيدوا الرصيد ديال الميداليات ديال المغرب على مستوى الالعاب الاولمبيه. بالنسبه للجامعات، كاع الجامعات الرياضيه تقريبا بالنسبه للكره القدم حتى بحال عازم المنتخب ديال الصحفيين. ما فهمتش. بحال عازم تقريبا المنتخب ديال الصحفيين اللي غادي بطبيعه الحال انه ماشي منتخب، ولكن احنا ما كنفرقوش بين الاخوان اللي مشى كيقضي. هذا هو الاهم، انه دائما الاخوان الصحفيين كيمشي اللي كان مشي تظاهره، احنا غنمشيو لهذه التظاهره، كاين صحفيين غيمشيو لتظاهره اخرى. وكنظن بانه الهاجس ديالنا دائما في اطار التعاون بين جميع الاخوان.